السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو تكونوا في اتم الصحه والعافيه. كما شفتوا البنات، هاد الافكار هذه غادي نشاركها معكم ديال الكوتي وديال المدرسه اللي غادي تفككم الاسبوع كامل. المهم ثلاثه الاشكال اللي غادي ندير معكم ديال الكوتي. كما كتشوفوا هنا الكاليط، عندي الكيك العادي اليومي وعندي الكوكيز. غادي نشارك معكم هاد الوصفات بثلاثه في هذا الفيديو هذا. وهاد الفكره ديال انكم ديروا كل حاجه يعني في الساشي هكا كتنفعكم مع الوليدات. كيديو الكوتي ديالهم، يعني ما تبقاوش تفكروا كل نهار اشنو غادي نديو. وحتى الناس الاباء، يعني اللي السيده اللي كتكون خدامه ولا مول الدار، يعني اللي تيكون خدام وما تيجي حتى للربعه، كيحتاج انه يدير شي سناك، يعني كيدي معاه هادشي حتى هو كينفع. هنا غادي نبدا معكم اول وصفه اللي هو الكيك العادي اليومي. هنا عندي 5 البيضات، لان البيض اللي عندي هنايا صغير ماشي كبير. المهم الا كان البيض كبير 4 كافيين. غادي ناخذ 2 ساشي ديال الفاني وكاس ونص ديال سنيده. هاد المكونات كامله غادي نضربوها في هاد الهاشوار هذه، يعني ساهله، ما غاديش تحتاجي انك تخدمي بالضراب. وضفت هنا كاس ديال الزيت البنات كيف ما شفتوا، يعني غتخدمي غير بالهاشوار اولا كاس ديال العصير. غادي تطحني فيه هادشي كامل، طحنيه مزيان. من بعد غادي نضيفوا كاس ديال الحليب ودانون. انا عندي هنايا غير العادي، ممكن انك ديري ديال البنان او ديال الفاني. والسر اللي كيخلي الكيك يجي مرتفع هو الخميره ديال الخبز. غادي ناخذ منها واحد شويه ونطحنوا كل شيء مزيان. ومن بعد غادي نفرغوا هذا الخليط كامل في هذا البول وغادي نضيفوا الطحين. هنا الطحين غادي نضيف 3 ديال الكيسان اللي غادي نضيف. والطحين راه عندي البنات هنا مغربل، انا كنغربلو وتنديرو في هذه البواطه هذه، يعني ملي كنحتاجو كنلقاه واجد. المهم كيف ما شفتوا البنات 3 ديال الكيسان ما فتهمش. والكيسان اللي عندي راه ماشي ديال العنبه، غير العاديين، يعني الكيسان ديال العنبه ما تعمروهمش كيف ما شفتوا. غادي نضيف 2 ساشيات ديال الخميره وغادي نضرب هاد المكونات مزيان. وكما كتشوفوا القوام ديال الكيك البنات كيجي بهذا الشكل هذا، يعني كتكتبي به 8 بهذا الشكل هذا كيجي. انا هاد الكيك هذا غادي نديرو بالشكلاط والفاني. المهم هنا باش نضيف الشكلاط غادي ندير 2 ساشيات ديال الكاكاو من نوعيه جيده. هاد الكاكاو كيعطي المذاق احسن من الكاكاو العادي. غادي نضيف هنايا 1 معالق ديال القهوه سريعه الذوبان اللي غادي نخلطها بشويه ديال الماء، وغادي نضيفها على الكاكاو هكا بهذا الشكل هذا. وغادي نضرب هذا الشيء كامل مزيان البنات. وغناخذ الخليط ديالي ديال الكيك غادي نقسمه على النص باش ندير الزواق ديال الرخامه، يعني يجي داك الكيك رخامي. غادي ناخذ النص ديالو، ممكن تزينو كيف ما بغيتي تاخدي الثلث او الربع، ممكن يبقى لك الاختيار. انا قسمته هنا على 2، خلطت هاد النص بالشوكولات والنص بقى بالفاني عادي. هنا غادي نبدا نضيف الخليط في المول. المهم المول اللي استعملت انا البنات مول طويل، ولكم الاختيار تستعملوا المول اللي بغيتو. انا درت هذا طويل باش بغيت نقطع الكيك يعني مرصوات. كما كتشوفوا هنا كنبقى نضيف كل مره شويه، مره البيض مره الكحل حتى كنكمل الخليط ديالي كامل. ومن بعد كناخذ شي قتيب هكا وكنزوقو هكا بالقتيب باش كيعطيني داك الزواق ديال الرخامه عفوا. وخديت 1 معالق ديال الزبده ودرتهم في الساشي بهذا الشكل هذا. هذا هو السر اللي كيخلي البنات الكيك انه كيجي مقسوم من الوسط. كديروا الزبده من نوعيه جيده، كتديروها هكا من الوسط، يعني قبل ما تدخلوها للفران وتدخلوها للفران كتعطيكم هذيك التفرقيعه ديال الكيك من الفوق اللي كتشوفوا في المخابز اللي كتجي كتعطي واحد المنظر زوين وكتعطي واحد الطعم من الفوق للكيكه هذيك الزبده. كما شفتوا الكيك ديالي البنات هو دخلته للفران وطاب كيف جا رائع وجا عالي وجا المذاق ديالو لا يقاوم. ندوزو للوصفه الثانيه اللي هي الكاليط. غادي نستعملوا فيها 2 بيضات، شويه ديال الملحه وشويه ديال الفاني. هنا الفاني درت السائل، ممكن انكم ديروا الساشيه ديال الفاني وكاس ديال السنيده. غنضربوا هاد المكونات مزيان وغادي نضيفوا عليهم كاس ديال الزيت ونضيفوا معلقه ديال العسل. من بعد غادي نضيفوا هنا القشطه الطريه. انا كندير غير دانون الصراحه، ولكن مني جربت كاس ديال القشطه الطريه
راه ما تصوروش البنات كيفاش كتجي هشيشه وكتجي رطبه وكتجي كتذوب في الفم. المهم استعملوا هذا الكاس هذا ديال القشده الطريه، غادي تلاحظوا الفرق، كيجي رائع بزاف. حتى بدانون السوس كتجي، ولكن بالقشده الطريه المهم انا جربتها وجات رائعه، وليت كنعتمدها انني دائما الكاليط كندير فيه كاس ديال القشده الطريه. هنايا ضفت الطحين البنات، كيبقى هنايا الطحين على حسب الخليط، يعني ما تزعموش الطحين غير بشويه بشويه باش كيجي مرخوف. ونحاولوا ما امكن اننا ملي نخلطوا نبقاو نسوق بيدينا اللي ناشفه، الا ما لصقاتش صافي نحبسوا، ما نبقوش خدامين باليد الاخرى وتنقولوا راه مازال الخليط خصو الطحين وكيجي يعني ندقص بالطحين. يعني دائما نخدموا باليد اللي ناشفه باش نقيسوا نشوفوا ان صافي القوام مرخوف وانه ما بقاش كيلصق، صافي نحبسوا الطحين. كما شفتوا البنات غادي نشكلهم بهذا الشكل هذا. المهم انايا عبرتهم، درت الكره فيها يعني 40 وما فوق، يعني 40 حتى ل 45 باش كيجي قياس واحد. الا بغيتو يجيكم هكا القياس عبروا، ما بغيتوش عينكم ميزانكم. كما كتشوفوا البنات شكلتهم بهذا الشكل هذا، ودرت شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع صفر بيضه وشويه ديال نكهه الفاني باش ما يبقاش داك الزفوريه ديال البيض. صافي وغادي ندهنوه هكا ونشرطوه يعني بالموس ونزينوه باش ما بغينا. المهم انا زينته باللوز ايفيلي وبهاد الزريعه ديال نوار الشمس، هي كتعطي واحد المذاق زوين في يعني في المخبوزات. كيف ما شفتوا جا الكاليط ديالي بهذا الشكل هذا، جا محمر وجا غزال. وهنا غادي ندوزو للوصفه الثالثه اللي هي الكوكيز الامريكي. هنا غادي نحتاج 100 غرام ديال الزبده من نوعيه جيده، من نوعيه حيوانيه باش كتعطي واحد اللذه واحد المذاق لهذاك الكوكيز. وعندي 200 غرام ديال الشوكولات نسبه الكاكاو فيه 55%. ممكن تستعمل شوكولا ديسير. هذا البنات قطعته بهذا الشكل هذا 200 غرام. وهاد المكونات هادو غادي ندوبوهم في الباماغي وغادي ندوزو نحضروا الخليط ديال الكوكيز اللي غادي نحتاجو فيه 2 بيضات، 4 معلقه ديال الفاني، نكهه ديال الفاني. المهم ممكن انكم تضيفوا ساشيه ديال الفاني. هنا غادي نضيف نص كاس ديال السكر الاسمر ونص كاس ديال السكر العادي وقبيصه ديال الملح. ها الشكلاط ديالي البنات داب هو الزبده غادي نضيفو على الخليط اللي خلطت دابا ديال البيض وديال السنيده. غادي نضرب هاد المكونات مزيان مزيان البنات. من بعد غادي نبداو نضيفو الطحين. هنايا الطحين غادي نحتاج 2 كيسان ديال الطحين اللي يكونوا مغربلين، وغادي نضيف ساشيه ديال الخميره وغادي نخلط هاد الشيء كامل. وخا يجيكم البنات الخليط خفيف لانه غادي يدخل للفريغو. والسر باش يجيكم هاد الكوكيز خفيفه البنات غادي تضيفوا في الاخر 2 معالق ديال مايزينا. صافي وغادي نخلطوا هاد المكونات كامله مزيان. وغادي نضيفوا 200 غرام ديال الشوكولاط ابيض بهذا الشكل هذا من نوعيه جيده. وغادي نخلط هاد الشيء كامل. راه كيف ما كتشوفوا الخليط بقى مرخوف، غادي يدخل المجمد غير يقصح شويه وكنجبدوه ونشكلوه مباشره البنات. هنايا غادي نبدا نشكل فيه ككرات، يعني غادي ناخذ فيهم ما بين 40 حتى ل 45. يعني هذا الكوكيز هذا راه كيجي كبير، يعني كيضيع في الفران واحد شويه. المهم حاولوا انكم ما تكبروش الكره بزاف. كنبقاو غاديين بهذا الشكل هذا حتى كنكملوا هذه الكميه كامله وكنشكلوها. من بعد كنضغطوا عليها هكا بيدينا شويه باش ما يبقاش يعني طالع. صافي وكنزينوه بهذا الشوكولاط هذا الابيض، كنزينوه من الفوق كامل. هاد الشوكولاط راه ما تيذوبش، كيبقى هكا يعني الشكل ديالو. صافي وكندخلوه الفران. غير هو في الطياب البنات راه ما تياخذش طياب بزاف، ما كيفوتش 5 دقائق في الفران باش كيبقى هشيش ومعلك وفتي باش ما يقصحش. كما شفتوا هو جبدته من الفران البنات كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي معلك لذيذ كيذوب في الفم، كيجي خطير البنات. وهذه هي التشكيله ديالي اللي حضرت معكم 3 ديال الوصفات كيجيو بهذا الشكل هذا. وانا كنقطعهم فحال الكيك قطعته ودرته في الساشيات هكا بهذا الشكل هذا. يعني الوليدات كيبغيو الكوتي كيمشي كياخذ الكوتي ديالو كيمشي. وما نساوش ريوسنا حنا اللي واقفين في الكوزينه الامهات حتى حنا نكافئوا راسنا من بعد الوقفه الطويله في الكوزينه بواحد الكاس ديال القهوه وحتى حنا ناخذوا كوكيز علاش لا سناك ديالنا. المهم كيف ما شفتوا البنات هذه الفكره هذه راه زوينه وغادي تنفع الناس، سيرتو الناس اللي خدامين، الام اللي خدامه وكتبغي تعطي لوليداتها شي حاجه ديال الدار. يعني غتعجني مره في السيمانه، غادي توقفي في الكوزينه واحد ساعتين غتهني الاسبوع كامل. كيف ما شفتوا البنات بحال هاد العلبه هذه كنعطيها للزوج الكريم كيديها معاه، يعني كيهنيني الاسبوع كامل.
كيديها الخدمه ديالو، كتبقى عنده يعني سيمانه كيبقى كياكل فيها، ما كيخسر حتى شي حاجه، يعني كتبقى هكا كتبقى طريه، كيبقى كياخد يعني كل مره وسناك ديالو مع القهوه. ونتمنى هاد الفكره تنال الاعجاب ديالكم البنات. ومن هذا الفيديو هذا كنبغي نشكر مجموعه صدق والتعاون، اقوى واصدق مجموعه في اليوتيوب برئاسه العملاق اتوميكس فلوغ، يدعم في جميع الشروط، الساعات، العصافير، الدولار، سوبر شات، مجموعه اللي رائعه البنات بزاف. اللي بغى يخدم على قناته مرحبا به، ما عليه الا يتواصل معايا في تعليق من هذا الفيديو هذا ونوصلوا للمجموعه.